السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواهب سيارات مع وليد حسين. النهاردة فيديو جديد عن مهزلة من بعض الناس أو استهتار من بعض الصناعية. وطبعا أنا عارف الناس كتير جدا بتطلع تقول لي هو أنت مش صنايعي؟ هو أنت ما بتغلطش؟ هو أنت ما أنت كل شوية تطلع فيديوهات بتتكلم عن عيوب الصناعية؟ لازم أعمل لك كل يوم فيديو، ولو أنا فيا عيب هطلع أعمل على نفسي فيديو وأقول إن أنا غلطت. وارد، عادي يعني. ولكن في غلط عن غلط يفرق. قلنا كتير جدا اللي فيه غلط ممكن يعدي وغلط ما يعديش. بصوا يا جماعه، احنا معانا عربيه BYD. العربيه دي فيها تذنيبه جامده جدا جامده جدا. ولما صاحب العربيه جالي قلت له انت عندك، طبعا هو كان جاي لي على طقطقه في الكبالن، عشان الكبالن بالطقطقه زي ما انتم شايفين الكابلن، والكبالن دي لسه متغيره جديده اهي. ولكن لما انا بجرب العربيه قلت له العربيه دي فيها تذنيبه جامده جدا وفيها قاعده بايظه. قال لي انا مغير القواعد. قلت له استحاله، القواعد دي فيها حاجه غلط. بص بقى، لما انا رفعت اكتشفت ان القاعده مش راكبه خالص. يعني القاعده، الكفه اللي راكب فيها القاعده دي هقربها لكم اهي يا جماعه. بصوا يا جماعه، بيبقى فيها 4 مسامير اهمت، 4 مسامير. الكفه ايه دائره، ايه الفتيس دائر عليها اهو. الفتيس اهو زي ما انتم شايفين هنا كده اهو، ايدي اهي. دي الكفه، دي المسامير، مطرح المسمار اهو. طبعا البكسله بتاعت الفيديو اهو. بصوا يا جماعه، دي قاعده ايدي شويه بس كده، واما البكسله دي تروح اهو. بصوا يا جماعه، الكفه اللي بيركب عليها، الكفه اللي بتركب في الفتيس اللي بيقعد عليها القاعده مش مربوطه مكانها اهي. ال4 مسامير ما حتىش مش مربوطه، يعني المسامير بتاعتها مش متشبطه، لا دي مش مربوطه خالص، ولا مسمار راكب فيها. فيعني هقول لكم ايه، اقول ايه بس، غير حسب الله ونعم الوكيل في كل واحد مهمل في شغلته وما بيراعيش ضميره. والله يا جماعه انا ماشي بمثل او ماشي بمبدأ عمر ما اغيره. باخد حقي، والناس اللي يقول عليا انا غالي غالي واللي يقول عليا رخيص رخيص مش هيفرق معايا، ولكن بدي الزبون حقه بتالت ومتلت. علشان لما حد يجي يكلمني هل في غلط في شغلي، لا مفيش غلط. خلاص يا باشا، خلص الكلام، مفيش كلام بعد الكلام ده. تكلمنيش بقى في فلوس، ما تتكلمنيش ليه. انت ممكن تروح تعمل شغلانه ب 10 جنيه، ب 20 جنيه، ب 50 جنيه، ولكن ما تاخدش قيمه ال 50 جنيه اللي انت دفعتها، اقل من القيمه، وانت تبقى ماشي مبسوط ان انت دافع سعر قليل. ولكن ممكن تدفع فلوس انت شايفها كتير، ولكن ماشي مبسوط، عربيتك تمام، الدنيا تمام. فنصيحه بوجه الله، ما تسترخص، ان الاسترخاص في قطع الغيار والصنايعي هيلبسك في نصيبه. الفتيس ده كان ممكن يتكسر، لان الفتيس لو مش معلق على الكفه دي كان ممكن يتكسر من مكانه. شكرا لكم في قناه مواهب سيارات مع وليد حسين. زي ما انتم شايفين يا جماعه، احنا بفضل الله ركبنا المسامير بتاعت الودن اهي. مسمار الشاور، هشام حط ايدك على المسمار بتاع المسمارين اللي احنا شبطناهم اللي تحت. ايوه ده زي ما انتم شايفين. وفي مسمار التحتاني اللي هو ايوه المسمار اللي تحت ده، والمسمار اللي فين التالت التاني، وشاور على التالت جوه القاعده، ما بين القاعده وما بين القاعده دي. ودي القاعده بتاعه الجمل الخلفيه، ودي الودن اللي بتركب فين في الفتيس. طبعا البكسله بتاعت التليفون عامله نغبشه فمش موضحه قوي، بس نصيحه لوجه الله، بلاش استهتار يا جماعه. الفيديو عجبكم اعملوا لايك يا جماعه، اعملوا لنا لايك. شكرا لكم في قناه مواهب سيارات مع وليد حسين.